السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الوصفه ديال الكعك الوجدي. الكعك الوجدي بطريقه سهله وبمقادير متوفرين في كل بيت. نتمنى انكم تجربوهم وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه والمقادير. وبحال قلت لكم المقادير ساهلين ماهلين وبطريقه جديده، يعني مغايره على الفيديوهات اللي كنت مغاري كندير. نمروا الان باش نعطيكم الطريقه والمقادير. اول حاجه عندنا الفرينه عندي واحد الكيلو ديال الفرينه اللي نكونوا مغربلينها بطبيعه الحال قبل. غادي نزيد عليها واحد 200 غرام ديال السكر سنيده، انا كنعبر بالغرفيه، ديك الغرفيه المتوسطه. هذيك الغرفيه الاخرى الصغيره اللي درت بها الزراره فيها 60 غرام، كتوزن واحد 60 غرام. بها درت الزراره وبها كندير حتى الجنجلان. واللي ما عندهاش هذيك بحال نقولوا دير غير نص كاس ديال حياتي اللي كنعبروا به، دير نص كاس، يعني دير به جنجلان وديك الزراره. هنا راني كنزيد الخماله تاع الكاطو، غادي ندير 3 ديال المعالق صغارات. وإلا كانوا ساشيات نديرو 2 ديال الساشيات ديال 7 غرام ولا 8 غرام، ماشي مشكل. المهم انا هنايا درت 3 ديال المعالق صغارات ديال الخمانه تاع الكاطو. هنا بحال كتشوفوا زدت الطريف ديال الزبده اللي ما مذوبينو حتى شي حاجه، يعني كيكون شويه لين بالحراره ديال المطبخ باش ما يعذبناش. ونحاولوا نزيدو حتى هو، غادي ندخلوه يعني في ديك الفرينه وفي دوك المقادير الاخرين. صافي. من بعد غادي هادوك النواشف اللي درناهم، وغادي نزيد الكونفيتور. انا هنا درت الكونفيتور، اللي ما كانش متوفر نديرو العسل. غادي نزيدو واحد 2 معالق كبارات ديال الكونفيتور ديال المشماش. عطاه واحد المذاق وعطاه واحد حتى المنظر كيجي محمر ويجي زوين، والمذاق كيجي زوين حتى هو. صافي. هادو هما هذا داك الزهر، الروح ديال الزهر. غادي نضيفوا الماء اللي به غادي نعجن. نديرو تقريبا واحد بحال كتشوفوا، يعني الغرفيه ما عمرهاش ديال الماء. غادي نزيد تقريبا واحد نص ديك القرعه الصغيره، غادي ندير نص ديالها وبها غادي نجمع. ما كانش متوفر هذا نديرو قرعه تاع مزهر، قرعه ديال مزهر صغيره بها نجمعوا هاد يعني الكعك ديالنا. صافي. دابا غادي نحاول ندير فواحد القصعه كبيره بحيث هذيك غير صغيره غتعذبني. هنا راني كنخلط وراني زدت غرفيه ديال الزيت، نفس الغرفيه اللي عبرنا بها السكر سنيده والماء، غادي نديروها حتى هي زيت. صافي. غادي نحاول نبسس هذيك الغرفيه ديال الزيت، ندخلها في الفرينه وفي دوك المقادير. ومن بعد نبقى نزيد الماء اللي درنا فيه داك الزهر، الروح ديال الزهر. وإلا ما كاينش قلت نديرو غير مزهر، قرعه صغيره ديال المزهر نديروها حتى هي. صافي. غادي نبقى نبسس مليح وندخلو في ديك الفرينه، ندخل فيها الزيت باش كامله تشرب لنا الزيت ودوك المقادير حتى هما. وبحال شفتوا يعني مقادير بسيطه. هني الاضافه اللي زدتها انني زدت ديك المرص ديال الزبده، غادي يعطيه واحد يعني كتجي كروكون، كيجي مقرمش. الكعك ديالنا كيجي مقرمش، كيجي زوين ويجي مقرمش. هنا صافي. من بعد بقيت كنضيف الماء شويه بشويه، ما نضيفوش مره واحده، كنضيفوه شويه بشويه حتى نجمعوا العجينه ديالنا. والعجينه ما كتكونش مرخوفه، كتكون قاصحه، ولا بدا تكون قاصحه. الا كانت مرخوفه راه ما يجيناش الكعك زين. بحال غادي نقول لكم النتيجه اللي يعني العجينه ديال التاليه بحال غادي تشوفوا كي غادي تكون النتيجه ديالها، ما كتكونش مرخوفه، تجي قاصحه. الماء غادي ياخذ لنا تقريبا كاع هذيك الغرفيه كامله ديال الماء، شفتوها ما عمرش. نضيفوا لها ديك الزهر ومن بعد نبقاو نجمعوا بها. صافي. وهنا نستمروا حتى نجمعوا العجينه ديالنا. وهادو هما المقادير، مقادير بساط، ما فيها حتى شي حاجه، ما فيها بيض، ما فيها زبده، غير مرصو ديال الزبده، ما كاملاش حتى واحد المعلقه كبيره تاع زبده. والبيض بحال شفتوا ما فيها لا بيض لا والو. صافي. هنا نستمر حتى نجمع العجينه ونحاولوا ندخلوا داك الماء حنا شويه بشويه، ما نديروهش مره واحده. ومن بعد ما نجمعوا العجينه نجمعوها في واحد الشكاره، في واحد البلاستيكه ولا في الفيلم المونتير باش ما يدخلهاش الهواء وتنشف لنا. بلا ما وجدنا الرحه ديالنا اللي بها غادي نبقاو ندوزو الكعك اللي ضروري، ولا بدا ما تكون، لان حنا ما غادي لا ندلكوه لا والو، يعني غادي غير نجمعوه بحال غادي تشوفوا، غادي غير نجمعوه ونديروه في بلاستيكه. يعني ولا بدا ما تكون ديك الرحه، لان هي اللي كتدلك لنا العجينه ديالنا، يعني تسهل علينا باش يخرج لنا الكعك بطريقه يعني سهله او ميم طون كتدلكه. صافي. هنا بحال شفتوا كتجي قاصحه، ما تجيش مطلوقه. صافي. غادي نديرها في بلاستيكه ونخليها ترطب. الوقيته اللي نجمع فيها الحوايج الاخرين اللي نوجد فيها الرحى ونوجد فيها الصناوه اللي غادي نطيب فيهم. صافي. نبدي نخرج فيها الكعك ديالنا. صافي. شفتوا الماء راه ما كيبقاش، غرفيه ما عامراش بزاف كتدخل فيها كامله كيلو ديال الفرينه. صافي. هنا غادي نجيب البلاستيكه ونديرها في البلاستيكه. ومن بعد نمروا باش صافي. بحال كتشوفوا يعني ضروري نديروها في بلاستيكه باش ما يدخلهاش الهواء وتنشف. هي ديجا راها قاصحه، يعني العجينه راها قاصحه.
ما راهش مطلوقة. هذه هي الرحى بحال قلت لكم. صافي غادي نبديو نخرجوا ونديروا بحال دابا انا كندير 3 ديال الصباع باش يجيوني يعني يجيو صغار، كنبقى نخرج. وهاد الرحى هي اللي قلت لكم كتدلكها، يعني كدلك لنا العجينه، بحيث حنا ما دلكناها ما والو غير جمعنا. كنبقاو نديروا 4 ديال الصباع ولا 3 اللي بغيهم صغيورين يدير 3 ديال الصبيعات. صافي حنا كنخرجوا او ميم طون كنعبروا وكنوجي يتسهل علينا ملي كيجي هكذا خارج يعني طويل. المهم هذه هي الطريقه ديال الكعك، طريقه سهله. حتى نخرج واحد الكميه من بعد نبقى نلون نحربلها. وهنا بحال كتشوفوا انا كنحربلها، نحربلو ونزوقو نجيبو شي خدمي ولا شي مقص ولا اللي الطريقه اللي تجينا سهله نديرو بها، نديرو بهذيك الشرائط. نديرو ديك الشرائط يكونوا مائله. صافي ونلويوها بطريقه واضحه. ها هو الكعك ساهل ماهل، مقادير بسيطه، وكيجي زوين ويجي مقرمش ويجي كروكون، يعني كيجي مقرمش وهشيش او ميم طون هشيش، يعني كيجي زوين. نتمنى انكم تجربوه، واللي شافت هذا الفيديو واللي جرباتو تقول لي في التعاليق الا جرباتو جا زوين، تقول لي في التعاليق. صافي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكيلو ديال الطحين كامل اللي درناه. وهنا من بعد انا درت زيد دوبليت المقادير، بحيث كيلو كيعطينا يلاه صني. انا غادي ناخذها للفران ديال الزنقه، اللي يطيبوا لنا بالحطب. تما دفعتو، انا ما طيبتوش في الفران ديال الدار ديال الغاز، درتو في الفران ديال الزنقه. وهنا بحال من بعد ما خرج كيجي المنظر ديالها كيجي زوين، كيجي محمر ويجي بحال قلت لكم يجي فتيك كروكون. ما بغيت نزوقو لا بيض لا حتى بشي حاجه، خليته غير هكاك طبيعي. كيجي المنظر ديالو زوين حتى هو. وبحال ها هو هشيش بحال كتشوفوا زوين، والمذاق ديالو زوين رائع. نتمنى انكم تجربوه، واللي باقي ما جرباتو تجربوا ترد عليا. ومرحبا بكم في القناه ديالي، وشهيه طيبه.